بعد الوصفة دي انسي ان انتي تحتاري في الفطار تاني ابدا. اسهل واسرع طريقة قرص ممكن تعمليها في حياتك. تعالوا اقول لكم المكونات. كوباية لبن، ضفت عليه ربع معلقة خل عشان اخد الشكل اللي انتوا شايفينه ده زي اللبن الرايب كده. بعد كده ضفت معلقتين سكر صغيرين خالص، بدأت اقلبه كويس لحد ما السكر يدوب كده مع اللبن الرايب. بعد كده نزلت بمعلقة كبيرة من الخميرة الفورية، قلبي برضو كويس لحد ما الخميرة تبدأ تدوب. بتسيبي بقى الخليط ده 10 دقايق كده عشان ايه يتفاعلوا مع بعض. بعد كده كيلو الا ربع دقيق، طبعا الكمية حسب ما انتي حابة. ضفت عليها معلقة ملح ومعلقتين كبار لبن بودرة. قلبت الدقيق مع اللبن. بعد كده القوام اللي انا كنت عملته سايباه يخمر، نزلت على الدقيق بتاعي وبدأت اقلب كويس. بصي قلبي لحد ما تاخدي عجينه، هي مش هتبقى طريه معاكي بس ايه لحد ما تاخدي الشكل ده. بعد كده بقى ضيفي كوبايه زيت ونص كوبايه سمنه علشان خاطر تبقى طريه معاكي. هنا خلاص كنت عجنتها كويس، سبتها تخمر. بصوا شكلها اتضاعف 3 مرات بعد الخميره بالظبط. كانت حلوه جدا وطريه. كوري بقى بالطريقه اللي تحبيها، وضيفي الجبنه بتاعتك او تعمليها ساده عادي. دخلتها على فرن 180، وبعد ما طلعت كانت ريحتها قلب البيت حرفيا، وكان طعمها فظيع، وخدت اللون الحلو ده من الوش والظهر. هتندموا لو مجربتوهاش.